اهلا بكم فيديو جديد. بصراحة في ميزتين كده حلوين حابب اشاركهم معاكم. عرفتهم في التليجرام وعايز الكل يعرفهم علشان بجد هم حلوين قوي، وحابب كل الناس تستفيد بيهم. تعرف انك ممكن تبعت رسالة لواحد وتحدد الميعاد بالظبط اللي توصله فيه. يعني ممكن تبعت رسالة لواحد والرسالة تظهر له بعد اسبوع مثلا، او ممكن واحد يقولك فكرني مثلا ابعت لك ملف معين او حاجة زي كده، وانت عايز تبعت له رسالة يشوفها مثلا اول ما يوصل البيت، او اول اصلا ما يكون اونلاين. تمام، برضو ممكن ابعت له رسالة بمجرد ما هو يكون اونلاين يشوف الرسالة دي على طول. تمام. في ميزة تانية كمان يعني هشاركها معاكم، وهي ميزة ان انا ممكن استخدم التليجرام لحفظ الرسائل اللي انا يعني مثلا ممكن اعمل نوتس. فممكن استخدم التليجرام كأنه نوتس او كأنه يعني مذكرات ليا او حاجة بفتكرها. طيب، تعالى بقى نفتح التليجرام ونشوف الميزتين الحلوين بتوع النهارده. نفتح التليجرام وهنروح اول حاجه على دول، اللي هم الثلاث نقط اللي فوق دول. اوكي، نروح عليهم. بص كده هنلاقي عندي حاجه مهمه قوي، سيف ذا مسجز. دي معناها الرسائل دي محفوظه، يعني دي ممكن استخدمها زي النوتس. يعني ممكن ابعت الرسائل دي لنفسي او كانها سيفد، يعني محفوظه عندي كده محدش هيشوفها. ادي سيف ذا مسجز دي. بص بقى فتح لي ايه اهو. دي كده فتح لي، ممكن اكتب اي حاجه مثلا. النهارده عندي 3 مشاوير مثلا خاصه. بس هبعت الرساله دي كده. الرساله دي كده سيف ذا مسج. تعال نشوف كده. لو انا رحت اهي سيف ذا مسج دي اهي. تمام، ظهرت لي كده، مش مبعوثه لحد ولا حاجه، بس هي يعني متسجله عندي على الموبايل. تمام. طيب، ازاي بقى ابعت رساله لواحد و... وزي ما قلت لك توصله اول ما يكون اونلاين، او توصله بعد اسبوع مثلا او بعد شهر، مفيش مشكله. مثلا الشخص ده اهو عايز ابعت له كل سنه وانت طيب اهي مثلا. بص كده، كل عام وانتم بخير. بص كده، الرساله دي ابعتها ازاي بقى؟ هدوس على العلامه دي كده اللي هي السهم ده، هدوس عليه لغايه لما يوصل لي. بص كده، اول ما ادوس عليه كده ضغطه مطوله، بص كده اللي ظهر ايه عندي سكيدول مسج اهي. بص كده تعال نشوفهم. سكيدول مسج. سكيدول مسج دي يعني رساله مجدوله، يعني توصله في وقت معين. يعني تعال نشوفها كده. دي اول حاجه تعال نشوفها. سكيدول مسج دي اهي اداني. انت عايزها توصل له امتى؟ بص كده توداي. لا، انا عايزها عم بعد اسبوع. ماشي، هظبط التاريخ اللي انا عايزه اهو. وينزداي، ثيرزداي، ساترداي، سانداي، مونداي اهو. يوم التلات الجاي مثلا اهو. تيوزداي اهي، شايف هنا 25 جون. تمام، تيوزداي 25 جون. طيب، امتى؟ الساعة كام؟ تعال نشوف كده الساعة كام. ممكن نخلي الساعة 10:46 مفيش مشكلة. ماشي اهي. واقول له ايه بقى؟ سند اون اهي. تمام اهي. في الميعاد ده هتوصله. بص كده، هنا مديني نوتيفيكيشن كده اهي. هنا مديني ايه نوتيفيكيشن كده بيقول scheduled for جون 25. يعني ايه؟ يعني دي هتوصل يوم 25 يونيو. تمام، دي رسالة scheduled message زي ما قلت لك. طيب، لو عايز ابعت له نفس الرسالة دي يشوفها اول ما يكون، ايه، اونلاين على طول. تمام، ممكن اقول له مثلا هاي، 25 جون 2025. 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 25 جون 20
بص كده، هاي دي تعال نشوفها. برضو هندوس على السهم اللي جنبها على طول، بص كده ندوس على السهم ده، ظهر لي ايه؟ بص كده الخانة التانية send when online. يعني ايه؟ يعني اول ما يكون اونلاين يشوفها على طول. تمام كده، اول ما يكون اونلاين يشوفها ايه؟ على طول. تعال نشوف هنا كده، تعال نختارها كده ونشوف اهي. دي اول ما يكون اونلاين اهي. برضه هنا بيقول لي scheduled until online، يعني اول ما يكون اونلاين هيشوفها على طول. تمام. في حاجة تاني مع بعض برضو عايزين نعرفها. لو انا عايز اغير الخلفية بتاعة الشات بتاع التليجرام، تمام. تعال نشوف كده ممكن نعمل ايه. هنروح برضو على الثلاث خطوط اللي فوق دول سيتنج. هنروح عند سيتنج هنا، دي سيتنج. بص كده لما ادور في السيتنج هلاقي شات سيتنج. يعني ايه؟ يعني ضبط الشات. تمام. تعال نشوف كده هنا بيقول لي شات سيتنج. هروح بقى بيقول لي هنا ايه؟ هلاقي change chat ايه؟ wall paper. تمام. يعني ممكن اغير الوول بيبر، الخلفيه بتاعه مين؟ بتاعه الشات بتاعي. تعال نشوفها كده ونختار مكان يعني نختار وول بيبر حلو كده. ممكن اختار دي مثلا. اوكي، دي حلوه جميله. ست باك جراوند اللي تحت دي كده اتظبطت. نفتح ادي شات اهو، بالظبط اتعملت وحلو قوي بجد. تليجرام من الابليكيشنز الحلوه قوي، وبصراحه بشوف فيها حاجات جديده. شاركوني رايكم في الفيديو. اتمنى لو عجبكم الفيديو اشتركوا معانا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد.